السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين على كل حبايبي الحلوين اللي مشتركين واللي مش مشترك معنا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. خشوا معايا في المعركة النهاردة وتعالي شمرك ميمك كده يا حاجة علشان داخلين في مطحنة فيديوهات وروتينات وتشجيعات ليكي وليا، ويا رب كده بس الفيديو يعجبك وينور رضاكي. بزعل منكم قوي لما ما بتشوفوش الفيديوهات وبتأثروا فيها. يا جماعة عايزين تشجيع شوية كده، وعاوزين دعوة جميلة لكل اخواتنا خارج مصر وداخل مصر. ربنا يفك كرب اي حد مكروب، امين يا رب العالمين، وكرب كل الدول اللي هي مكروبة بإذن الله. المهم عايزين نصلي على النبي كده ونزيد النبي صلى ونوحد الله. هو ايه اللي في الورق ده يا نينا؟ ده ورق عنب. كنت مفرزه. انا بفرز ورق العنب يا جماعة في الورق وبحطه في الفريزر، لو هيقعد عندك سنتين تلاتة هتطلعيه زي ما هو. المفروض اللي انت هتعمليه بس في الموضوع كله هتحطيه في ميه على البوتاجاز بتغلي، يعني اهو بصي غلوة واحدة بس وهتطلعيه على طول. طبعا انا بعد ما بطلعه مش بس مش ب... يعني مش بسكت يعني اعمل ورق العنب كده في الميه وخلاص، لا، برجع اشطفه تاني واغسله غسلة كويسة واحطه في مصفى يتصفى. وبعد كده هنتابع مع بعض، بس صلي على النبي واذكري ربنا كده وانتي شغاله. عايزه اقول لكم اسفه والله، حقكم عليا لو صوتي بس يعني مجهد شويه، بس معلش، البرد مش سايبني في حالي خالص. المهم صلي على النبي يا اختي كده ووحدي الله. وده كان بيت بلدي كنت طالباه من بتاع الخضار، هو بيجيب لي كل حاجه بصراحه، وجبنه قريش قشطه، وكوسه برضه عشان هنعمل محشي، وفلفل، لزوم المحاشي يا جدعان، لزوم التخن بقى والكلبازة وكل حاجة. والفلفل الأحمر ده هعمله هريسة، وبلح بلح من اللي هو الأسمر ده، وليمون. هي كانت تسويقة يعني بصراحة، لأن البيت كان فاضي خالص مفهوش أي حاجة. وبطاطس اللي هي عاملة زي اللحمة دلوقتي، سعرها سعر مش عارفة والله، وإزازة لبن. اللبن ده جامد جدا بصراحة. انا بجيب لبن الفترة دي اكتر عشان محمد، وعشان الحادثة اللي هو عاملها عشان رجليه، وطبعا كلكم عارفين يعني. في ناس كتير دخلت تقولي حادثة ايه، وعاوزين يعرفوا ايه الحادثة وايه اللي حصل وكده. هقول لكم والله، بس في فيديو خاص بيه هو، يعني فيديو مفصل ان شاء الله هقول لكم ايه اللي حصل له يعني بالظبط. بس هي كانت حادثة كبيرة مش صغيرة، ولسه محمد مخفش، الموضوع هيطول شوية. بس رجاء منكم يعني ان انتوا تدعوا له ان شاء الله ربنا يقومه بالسلامة باذن الله، ويقدر يمشي على رجله زي الاول تاني. وانتي شغالة كده استغفري ربنا كتير، واطلبي من ربنا كل اللي نفسك فيه، وكل الامنيات اللي نفسك ربنا يحققها لك. وندعي لولادنا وولاد المسلمين جميعا، امين يا رب العالمين. فك كربنا وكرب كل مكروب. ادعوا لي الفترة دي فك كربي، لان انا مكروبة كرب صعب جدا جدا جدا. عايزه اقولك بقى، وانا شغاله كده اي حاجه ببقى حابه ان انا اتكلم فيها مع نفسي، بكلم نفسي والله، بيني وبين نفسي كده. النهارده طب انا دنيتي ماشيه ازاي؟ طب الحال هيبقى عامل ازاي؟ طب مش عارفه ايه كده، واقعد بقى استغفر ربنا كتير وانا شغاله. كان عندي كيسه في الفريزر، حطاها طماطم، حطاها زي ما هي كده من غير ما اغسلها، بحطها كده في الفريزر، قصدي من غير ما اقطعها قصدي. المهم بطلعها وبغسلها زي ما انتوا شايفين كده تاني، وبشيل اللي هي البذرة اللي بتبقى فوق دي. بس الحوض طبعا زي ما انتوا شايفين انا غسلاه غسلة اكتر من مواعين كمان. وسوسة النظافة دي يا جدعان مش عارفة هتوديني فين بعد كده. والله العظيم. طبعا الكيسة دي كانت فيها اعزكم بالله قمامة وكده زبالة، يعني لميت بقى من بعد الحاجات اللي انا شلتها وكده. اكياس فاضية وكلام من ده، لكن الباسكت الكبير تحت رجلي بالظبط حاطة فيه الكيسة الكبيرة. جبت البصل بتاعنا اللي مدلعنا علشان نعمل بقى شوية محشي حلوين كده للولاد في الجو الشتا ده. امي بقى شجعي نفسك كده واعملي شوية محشي حلوين. بصراحة انا نفسي في شوربة عدس، احتمال اعملها ان شاء الله. وبتاع الخضار جايب لي كرنبيتية النهاردة هعملها، بس احتمال ما صورش الفيديو النهاردة، لاني بجد مش قادرة اقف على رجلي، انا بشتغل في البيت من غير ما بصور لاني تعبانة.
مش قادرة بجد، البرد يا جدعان هادت حيلي، حاسة ان انا واخدة 15 16 علق كده ولا حاجة. ما تفهموش ايه اللي انا فيه بصراحة. آه، فمش قادرة امسك البس واقف بقى وكام وكده، فاهمين؟ حتى اوضه النوم بتاعتي عايزة برضو اروقها واظبطها واصورها في فيديو معاكم، قلت برضو لا مش قادرة. يعني هحاول ان انا اخد بس مضاد حيوي او اي حاجة واظبطها كده من غير تصوير، غصب عني والله، حقكوا عليا، مقصرة في التصوير ومقصرة في شغلي. بصراحة انا زعلانة من نفسي جدا، بس كل ما بطلع من النقرة بقع في تحضيرة، والكرب اللي انا فيه الحمد لله ربنا يطلعني منه على خير، انا وانتو امة محمد جميعا، امين يا رب العالمين. مش عارفة زي ما تقولوا كده مبسوط لي في حياتي. مش فاهمة في ايه بصراحة، يعني حاسة ان انا حد باصص في حياتي بصة صعبة قوي يعني بصراحة. وما صلوش على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. المهم، شوية الليمون دول بصوا انا باخدها فرصة الفترة دي، الحاجة اللي بلاقي سعرها مرتاح بجيبها وملحها واحطها في البيت او للولاد. الليمون ده قلت هغسله غسلة حلوة كده تمام، واسيبه في المية برضو شوية، بحيث ان هو ينزل اي تراب اي رواسب اي حاجة بره. الليمون يا جماعة لازم تغسلوه كويس جدا جدا جدا، يعني لان دي حاجة مش هتاكلي اللي بره بس، لا انت هتاكلي اللي بره واللي جوه، فلازم تكوني غسلاه كويس جدا ومتأكدة ان هو نظيف. بس انا غسلته كذا مرة وهسيبه برضو في المية شوية لحد ما اخلص اللي ورايا، وطبعا هسلقه. خليكم بس معايا، اخد نفسي مش قادرة. ماشي، وبعد كده هغسله وهنيجي للخطوة بتاعته وهقول لكم هنعمل فيه ايه. زي ما انت شايفة كده اغسله بقى واشيله واحطه على البوتاجاز. هي غلوة واحدة يا بنات، غلوة واحدة، يعني ما تغليهوش كتير. اول المية ما تغلي وتقوم معاكي كده تلاقيه بقى بيغلي، هت هتحطيه على البوتاجاز، هتشيليه بقى من على البوتاجاز وتسيبيه في ميته شوية. خليكي بس معايا وانا هقولك خطوة خطوة ان شاء الله. صلي على النبي، صلي على النبي وزيد النبي صلاة كده. مش قادرة اتكلم يا جماعة، مش قادرة يا بنات، مش قادرة بجد، يعني حاسة ان انا كل ما اقول كلمة بحس ان انا بنهج، مش قادرة. هتسيبيه بقى على البوتاجاز كده ياخد ويدي بشكل ودي غلوة واحدة مع بعض، وبعد كده تبقي تطفي عليه. حطينا زيت وهننزل بالبصل بقى. في ناس برضو المرة المليون، يعني في ناس مش بتحب تسبك للمحشي، في تسبيكة محشي بالصلصة لوحديها وبالبصل لوحديها، وفي ناس بتحط كله على بعضه على الرز عادي. يعني هي المحشي ده مزاج، كل واحد ومزاجه. زي ما انتم شايفين ورق العنب كنت غسلته كذا مرة وبعد كده حطيته في مصفى يتصفى تمام، وهننزل بالطماطم بقى اللي كانت في الفريزر دي. قلت اهو برضو تعزز الطعم شوية، عشان انا دايما بعمله بصلصة بس لما بيكون في طماطم بعمله بطماطم عادي يعني يا جماعة. في تلك الحالتين مشي نفسك باللي موجود في بيتك، ما تكلفيش على حاجة. وبيني وبينكم اصلا المحشي برضو بقى مكلف، يعني ما بقاش في حاجة الفترة دي نقول عليها ان هي مثلا سعرها مرتاح شوية متهاودة شوية. الاول كنا نقول ايه، هنجيبه كرنباية ونحشوها للعيال ونعدوا اليوم وخلاص وهو اكلة. والله الكرنب دلوقتي بقى بمبلغ وقدره. حطيت طبعا فلفل سبايسي، ان انا يعني انا سبايسي، انا بحب الاكل حراق بصراحة، يعني ما بحسش كده. بصوا أنا بحط الفلفل جنبي على الرغم انه بيتعب لي جنبي جدا 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 والله، بس مش عارفة هو بقى عندي هواية وادمان ان انا بحب الحاجة سبايسي كده، ما بحبهاش باردة. حتى البني ادم البارد بيبقى مش حلو، البني ادم اللي هو قلبه على حاجته كده وعلى حياته بيكون احلى وافضل من البني ادم البارد. هنحط 7 بهارات يا بارد، روح اشتري بيبس. وهنحط الصلصة. كان معايا مكالمة مهمة أوي من الدولة،
المهم هنخلص الكلام الحلو ده، نحط كام معلقة صلصة كده واشوحها شوية في البصلاية، وانزل بالايه، بالخلطة الحلوة والجميلة قوي دي، الطماطم بقى بتاعتنا، بالفلفل، بالكلام الحلو ده. وعايزة تحطي بقى مرقة دجاج حطي، مش عايزة تحطي برضو ده اختياري براحتك. ولو عندك، هنحط معلقة سكر. ولو عندك ليا بتاعة الخرفان تبقى مية مية، مية مية بجد، مش عايزة اقولك. اه، بدأ ياخد غلوة. بوريكوا ده، دي الخلطة بتاعة المحشي، هسيبها تاخد وتدي بشكل ودي مع نفسها. نسيت البابريكا، مش محتاجة ان انا هي حمرا خالص لوحديها. المهم بحب اعمل كل حاجة كده بضمير يعني. صفيت شلت الليمون من المية، وبعد كده عملت ايه، حطيته على جنب. دي مية سخنة من الكتل وشوية من الخلطة بتاعة المحشي، حطيتهم في بولة، وبعد كده احط عليهم 7 بهارات، يا احلى اخوات، وملح وفلفل اسود. زي ما انتوا شايفين كده. كنت حشيت الكوسة، وكنت حشيت الفلفل، وحشيت ورق العنب، وكنت ظبطت الزبلايت. بس طبعا احنا عارفين كلنا بتتحشى ازاي، وقلت برضه عشان ماخدش وقت. تمام. اه، برضو القرفة والجنزبيل والبابريكا. اه، زي ما انتوا شايفين كده ال المية دي هعمل بيها تلات حلل ان شاء الله. انا عملت الكوسة وال والكوسة والبتنجان في حلة لوحديها، وورق العنب في حلة لوحديها، والفلفل ده احطه برضو لوحديه. صلي على النبي وزيد النبي صلى واحد الله. اشكر ربنا كتير اليومين دول، جايز ربنا يهون علينا كربنا ويعدي الايام اللي احنا فيها دي على خير ان شاء الله. المهم الاكل ده انا بحطه في التلاجة يا جماعة، مش بيتاكل كله في نفس اليوم، بحطه في التلاجة بناكله يومين 3 على حسب يعني ما بنقدر ناكل يعني. الحمد لله. الخير في بيتك وبيتنا وبيت أمة محمد جميعا، امين يا رب العالمين. صلي على النبي كده وانتي شغالة، وسمي الله. خشي المطبخ بقلب كده وانتي هتعملي كل حاجة. لو انتي مخنوقة او متضايقة من حاجة، حاولي تفكي شوية، استغفري ربنا. حطيت شوية زيت عشان يبقى مفلفل وحلو كده بس. واحط حلة كل ما اخلص حاجة احطها على البوتاجاز، اخلص حاجة احطها على البوتاجاز. ده بقى ليمون. جبت ليمون، حتى شرايح ليمون تحت وفي النص وفوق زي ما انت شايفة كده. بعد كده هقوم عصرة ليمون. ورق العنب ده عيالي كلوه اليوم ده، قالوا لي ماما مزز وجميل جدا. وهسيب ورق العنب، الليمون فوق الوش، مش هشيله، ما تشيلوهوش، سيبيه، هينزل مزازه وهيبقى ليه طعم تاني خالص خالص خالص، هيعجبك جدا. ما تخلصي يعني انا واقلبي بالبولة على طول يعني انا. مم. بس زي ما انتوا شايفين، لو في دوشة جنبي او حاجة، عربيات في الشارع بقى رايحة جاية او كده، الله المستعان. بس هنا بقى ورق العنب هحط لو ايوه يا جماعة، اليوم ده لو كان عندي ليا، الله 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 يعني بجد. كنت ناسية الزيت، حطيت الزيت وحطيت طبق كده، وغطيت الحلة برضه هحطها على البوتاجاز. كل حلة اخلصها واظبطها احطها على البوتاجاز على طول. والكوسة بالبتشنجان، يا بتشنجان، ونفس الكلام الزيت بتاعنا اللي مدلعنا. بس ونحط بألف هنا وشوف على قلبكم وقلب عيالي. اهو زي ما انتوا شايفين اهو مية الليمون. بصوا شوفوا المواعين، شايفين كمية المواعين، مظبطة كل حاجة الحمد لله. فاضل بقى الفلفل ده لسه هعمله. جيت بقى في الاخر، انا بحب التكة دي. لو انا في ليا معمولة على المحشي مش بعملها، لكن مفيش ليا فلازم اعمل الحركة دي. زي امي وامهاتكم. المهم امي الله يرحمها كانت معودانا عليها بصراحة. بعمل الطشة دي بالسمنة. ما تخلصي يعني، انا بقى حاولت امنا. اهو الطشة دي هتتأخر. اه ماشي.
هنطش بقى ورق العنب كده بالزبدة او سمنة فلاحي زي ما انتي حابة، والمحشي بتاعنا اللي مدلعنا. وده كان الفيديو بتاعي، متنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب في القناة. ولو انتي